السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعه بقى بفيديو جديد. هنعمل النهارده التورته زي ما وعدتكم من الالف للياء بطريقه سهله جدا للمبتدئين. يعني حتى لو اول مره هتعملي تورته هتطلع معاكي حلوه جدا وهشه جدا. وهنعمل كمان الكيك سبونج بطريقه سهله جدا، والاتنين كيك دول طلعوا معايا من نص كيلو دقيق سبونج. اول حاجة بقى بنعملها ان احنا بنجيب صينية تكون مقاس 24 وندهنها زبدة خفيف، ونجيب ورقة زبدة نفرشها في الارضية بالشكل ده ونضغط عليها عشان نتأكد ان العجين ما يدخلش ما بين الصينية وورق الزبدة. بعد كده بجيب ربع كيلو دقيق سبونج، عليه 3 بيضات وعليه ربع معلقة صغيرة فانيلا وعليه ربع كوباية مية. بس كده، مش هنحتاج اكتر من 4 مكونات دول عشان تطلع معانا احلى كيك سبونج ممكن تعملوها حتى لو انتوا مبتدئين. هضربهم بمضرب الكهربائي كويس جدا. هتقولي لي احنا عملنا ربع كيلو وعملناه على 2 كيك، ما عملناش النص كيلو مرة واحدة وعملنا كيك واحدة عشان ما تغيبش معايا في الفرن فتنشف مني، او ممكن الناس المبتدئة تعجن منها جوه ما تطلعش مستوية. لا، انا بطمن ان هي طالعة معاكم مستوية وحلوة وزي الفل. اهم حاجة افضل اضرب الخليط ده 10 دقايق لحد ما يوصل يبقى كريمي بالشكل ده ولونه فاتح جدا. لازم اوصل للقوام ده عشان الكيك تكون ناجحة معاكم. باخد بقى الكيك ده او الخليط ده بحطه في الصينية بتاعتي بالشكل ده. شايفين القوام بتاعه هو نازل؟ شايفين لونه؟ ده مهم جدا لنجاح الكيك. بعد كده بجيب الخلة وبعمل خطوط كده. الخطوط دي بتخلي سطح الكيك مستوي بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده. طيب، بتستوي على درجة حرارة 180. الفرن شغال تحت بس مش شغال فوق. بتقعد تقريبا من 20 ل 25 دقيقة. لما بتطلع بنسيبها تهدى شوية ونسلك الجوانب كده بخلة او بسكينة، وبعدين نقلبها الناحية التانية على شبكة عشان تتهوى معانا كويس. واشيل بقى الصينيه كده وابدا اشيل ورقه الزبده بالراحه كده، هلاقيها بتتشال معايا بمنتهى السهوله. بسيب بقى الكيك لحد ما تبرد خالص. اهم حاجه ما سيبهاش في الهواء وقت طويل تنشف، المهم ان هي تبرد. شايفين بقى لما بضغط عليها بصوابعي بترجع تاني وصوابعي ما بتعلمش فيها؟ ده احلى حاجه وده بيدل على نجاحها. شايفين بقى الكيك عامله ازاي؟ احنا كده شفنا شكلها من فوق ومن تحت ومن الجوانب ومن كل اتجاه. ما شاء الله، هشه وخفيفه جدا وعامله زي اسفنجه بالظبط. عملت الاتنين. اهم حاجه لما تبرد زي ما قلت لكم ما تسيبوهاش في الهواء كتير عشان ما تنشفش. بغطيها بستريتش وبحطها في التلاجة تبات ليله كامله. تاني يوم بقى بطلعها اشيل الوش بتاع الكيك بتاعتي، بشيله بالشكل ده كده. وبعدين بقسم كل كيك منهم على 2، يعني بعمل طبقتين من كل واحدة، يعني بيكون عندي 4 طبقات. وعشان انا عملت نص كيلو قسمته على صينيتين، فبالتالي تقسيم الكيك بيكون سهل جدا للناس المبتدئة. يعني باخد كل كيك كل واحدة اقسمها 2 بس، فبالتالي الاتنين كيك بتطلع لي 4 طبقات. اظن طريقة سهلة وبسيطة جدا. طب تعالوا بقى للتزيين. هنزين ازاي بطريقة سهلة ومكونات عندنا في البيت؟ الناس بقى اللي ما عندهاش الطبق الدوار بتاع تزيين التورتة، هنجيب طبق الميكرويف بالعجل بتاعه اللي تحت، واجيب صينية تكون نفس مقاس الطبق واقلبها على الطبق بالشكل ده، وبكده هيبقى عندنا احلى طبق دوار. نحط عليه طبق التزيين ونحط الكيك بتاعتنا. بسقي الكيك بتاعتي يا اما سيرب او ممكن صودا. انا بحب بصراحة اسقيها صودا برتقان بتكون حلوة. ممكن كمان نحط لها سيرب يكون خفيف او حتى مية بسكر. اسقوها باي حاجة بس تخليها طرية كده وطعمها حلو. بعد كده نحط طبقة من الكريمة، وببدأ استخدم اي حاجة متوفرة عندي شكلها مستقيم تسويلي الكريمة مش اكتر من كده. وكمان حطيت فوق الكريمة صوص كراميل. ممكن تحطوا اي نوع صوص انتوا عايزينه، ممكن تستغنوا عنه اصلا. كمان حطيت شوكولات شيبس، ممكن كمان تحطوا مكسرات. بحط الطبقة التانية ونفس الحكاية بسقيها صودا، وبحط الكريمة وبحط صوص، بس المرة دي حطيت صوص شوكولاتة بحيث ابقى منوعة، وحطيت كمان شوكولات شيبس. وبكمل بقية الطبقات بتاعتي بنفس الشكل كده لحد ما اخلص كل الطبقات. ببدأ استخدم ممكن ظهر سكينة او حتى السكرابر بتاع التورتة. استخدموا اي حاجة تكون خفيفة في ايديكم وتعرف تخليكم تظبطوا الشكل بالشكل ده كده. ودي كانت اول طبقة كريمة.
بعد كده بدخلها التلاجة عندي ساعة، وبعدين اطلعها اديها تاني طبقة. ولما بعمل الكريمة بكيس حلواني واحطها بالشكل ده بيسهل عليكم جدا التشكيل، وان انتوا الشكل يطلع معاكم متظبط لو انتوا بتستصعبوا الموضوع. فبحط كريمه على التورته كلها بالشكل ده، وببدا بقى بالسكرابر، او زي ما قلت لكم اي حاجه مستقيمه عندكم تكون خفيفه في ايديكم كده تعرفوا تظبطوا بيها الشكل اعملوا بيها. ببدا بقى ان انا اظبط الشكل بالشكل ده. وخليني اقول لكم الكريمه اللي انا استخدمتها مكوناتها ايه. مكوناتها 3 كوبايات من الكريم شانتيه الخام، 3 كوبايات ميه ساقعه متلجه وممكن اكتر على حسب نوع الكريمه، وكوبايه او كوبايه الا ربع من السكر البودر، وبنضربهم لحد ما تتماسك معانا. بظبط الشكل وبلم الجوانب بتاعتي بالشكل ده كده واحده واحده، وبعملها في الاخر يعني بحط السكرابر بتاعي في ميه سخنه عشان التورته من بره تكون ناعمه بالشكل ده، او الى حد ما متساويه يعني على قد ما تقدروا. بعد كده ببدأ اجيب صوص، انا استخدمت صوص الكراميل، وبدأت اعمل شكل كده خارجي يكون شكل حلو وبسيط. بنزل بنقط كده بسيطة تعمل شكل خارج التورتة. ممكن تستخدموا صوص شوكولاتة او اي نوع صوص، زي ما قلت لكم التزيين ده هيبقى اختياري لكم، بس احنا بنستخدم طريقة تكون سهلة وبسيطة للناس المبتدئة. طيب باجي من فوق كده بعمل بالسكرابر خطوط، يعني بقسم التورته بتاعتي حوالي 8 قطع كأني بقطع بيتزا كده، بس بعمل خطوط بس عشان الخطوط دي بمشي عليها بكريمه، وردات صغيره كده من الكريمه، هي دي اللي هتظبط لي الشكل بتاعي. وباجي بعد ما اعمل الخطوط اعمل بقى الشكل ده زي ما انتم شايفين. حاجه سهله وبسيطه جدا، مش محتاجه مجهود ولا حد يكون محترف في التورته، ولكن بتطلع معانا الشكل في الاخر حلو جدا، وتحسوا ان فعلا بقى شكلها لطيف جدا وكأن حد محترف. كمان هنحط بقى في الحتت الفاضية اللي جوه دي صوص، ممكن نستخدم كذا نوع صوص او الوان مختلفة، صوص كراميل، صوص شوكولاتة، استخدموا اللي انتوا عايزينه. بالشكل ده طلعت معانا التورتة ما شاء الله، شكلها حلو، لذيذة، لطيفة، سهلة جدا جدا للمبتدئين. شكلها من جوه عاملة ازاي؟ اكيد هشة، لونها فاتح، شايفين الكريمة كمان وتماسك الكريمة ما شاء الله خطيرة جدا جدا جدا. جربوا الطريقة دي لو انتم مبتدئين في التورتة، وما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.